السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا درس النهاردة جديد، وهو حل مشكلة بتظهر في هواتف الأندرويد الأيام دي، وده نتيجة لتحديثات جوجل بلاي أو الجوجل. والمشكلة هوريها لكم دلوقتي، إن احنا أما نضغط على زرار الهوم تظهر لنا النافذة دي: تم إيقاف العملية .com أندرويد سيستم. وطبعا بنحتاج ان احنا نضغط على زر هوم عشان نشوف ايه الحاجات المفتوحة عندنا، او نقفل القوائم اللي ملهاش لازمة ومحناش محتاجينها. طبعا انا في الدرس النهاردة هحل لكم المشكلة دي، واتمنى ان الدرس يعجبكم. اولا هنروح على الضغط، بعد كده يظل 4 اختيارات: الاتصالات، الجهاز، ادوات التحكم، عام. اختار عام. بعد كده اختار مدير التطبيقات، وبعد كده ادخل على تطبيق جوجل، وبعد كده اختار الغاء تثبيت التحديثات. هيظهر لي نافذة دلوقتي هتقول لي هل تريد الغاء تثبيت التحديثات؟ اختار موافق. طبعا مفيش اي ضرر على الموبايل من الخطوة ديت. ويظهر لي قائمتين بتقول لي سيتم استبدال تطبيق اصدار المصنع، اعمل الغاء التثبيت. كده الغاء التثبيت. كده اكون انتهيت. طبعا ارجع عشان اشوف انا عملت ايه. اضغط على زرار الهوم، تظهر لي القوائم اللي انا كنت فاتحها عادي زي قبل كده. وبكده اكون انتهيت من درس النهارده، واتمنى ان هو يعجبكم. مستني تقييمكم للدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في دروس قادمة ان شاء الله.